بيبدأ الفيلم بشاب اسمه سبنسر وهو بيشتغل في السوبر ماركت، وبيبان كده انه متضايق لانه حاسس بالوحدة من ساعة ما انفصل عن حبيبته مارسا. وبعدها بيجي صاحب المحل وبيعرفه ان هو وافق على طلب الاجازة بتاعته، فبيرجع سبنسر للبيت وبيلاقي ان جده ايدي موجود هناك لانه تعبان وقرر يقعد مع حفيده يومين. ولما بيطلع اوضته بيلاقي انه اصحابه الثلاثة بعتين له رسالة علشان يطمنوا عليه، لان بقاله اكتر من شهر مش بيتكلم معاهم، لكنه بيتجاهل الرسائل دي وبيتكلم مع جده وبيقول له انه لسه بيحب مارسا جدا وحاسس انها نسيته ومش بتفكر فيه. فبيحاول جده يشجعه ان هو يتكلم معاها ويرجعوا لبعض، ولكن سبنسر بيرفض وبيروح القبو بتاع البيت، وهناك بيطلع لعبة جومانجي اللي كسرها هو واصحابه في الجزء الاول. وبنكتشف ان سبنسر صلح لعبة جومانجي وبيقرر ان هو يلعبها لانه عنده فراغ وحاسس بالوحدة. وفي نفس الوقت بتروح حبيبته مارسا تقابل صحابهم بيساني وفريدجي، وبيستغربوا ان سبنسر مردش على الرسائل بتاعتهم وبقاله شهر مش بيتكلم معاهم خالص. فبيقرروا ان هم يروحوا له البيت علشان يطمنوا عليه. ولما بيوصلوا بيفتح لهم جده ايدي وبيكون قاعد مع صاحبه مايلو اللي كان شريكه في المطعم زمان. وفجأة بيسمعوا صوت لعبة جومانجي جاية من تحت، وبيروحوا لمصدر الصوت وبيتفاجئوا ان لعبة جومانجي قدامهم، وبيعرفوا ان سبنسر قدر يصلحها ودخل للعبة. فبيتصدموا كلهم وبيكونوا مترددين ان هم يرجعوا للعبة تاني. وبيرفض فريدج ان هو يدخلها لانه عارف ان هو لو مات في اللعبة مش هيقدر يرجع للعالم الواقعي تاني. ولكن مارسا بتهديه وبتحاول تقنعه ان هم يدخلوا اللعبة عشان ينقذوا صاحبهم. وساعتها بيضطروا ان هم يسمعوا كلامها وبيشغلوا اللعبة، وفجأة بيبدأوا يتسحبوا جوه اللعبة من غير ما يختاروا شخصياتهم. وبيدخلوا كلهم ما عدا بيساني اللي بتكون مش فاهمة ازاي ما دخلتش معاهم. ولما بتدخل مارسا للعبة بيتفاجئ ان ايدي جد سبنسر دخل معاهم، وهو اللي اخد شخصية سيروك بتاعت حفيده سبنسر، وكمان صاحبه مايلو اخد شخصية فرانك عالم الحيوانات. وساعتها بيقع عليهم فريدج في شخصية خبير الآثار والخرايط. ومارسا تبدأ تشرح لهم ان اللعبة دي خطيرة جدا ولازم يكسبوا فيها، وإلا بقى مش هيقدروا يرجعوا للعالم الواقعي تاني. وبتعرفهم ان اهم حاجة دلوقتي انهم يلاقوا سبنسر، ولازم يعرفوا المهمة بتاعتهم عشان يكسبوا اللعبة ويخرجوا. وفجأة بيهجم فرس نهر مفترس على مايلو وبتنقذه مارسا في اخر لحظة. وساعتها بيسمعوا صوت طيارة وبيلاقوها بتاعت نايجل مرشد اللعبة، وبيخليهم يركبوا. وبعدها بيحكي لهم المهمة الجديدة بتاعت اللعبة، وبيقول لهم ان في رئيس عصابة اسمه يورجن سرق جوهرة فالكون واللي تعتبر مصدر الحياة في لعبة جومانجي، والمفروض ان الجوهرة دي تفضل معرضة للشمس عشان تمد جومانجي بالحياة. ولكن يورجن بعد ما سرق الجوهرة حطها في صندوق عشان ما تتكشفش للشمس، ومن ساعتها وكل اراضي جومانجي في خراب والمحاصيل كلها ماتت. عشان كده مهمتهم انهم يرجعوا الجوهرة من يورجن بأي شكل من الاشكال ويعرضوها للشمس تاني، وبكده يكسبوا في اللعبة ويقدروا يرجعوا للعالم الواقعي. وبعدها بيديهم نايجل الخريطة وبيرميهم في الصحراء علشان يبدأوا مهمتهم. وقتها بيبدأوا يشوفوا عربيات قديمة حواليهم، وبيفتح فريدج الخريطة علشان يوصلوا لمكان الجوهرة. فبيلاقي مكتوب فيها انهم لازم يتبعوا اللهب عشان يوصلوا لثمرة الصحراء. فبيستغربوا من الكلام جدا وبيكونوا مش فاهمين معناه. وساعتها بتظهر نعامة ضخمة وبيروح ايدي عشان يمشيها، لكنها بتقتله وبيرجع تاني وبيقع من السما. وبكده يكون فاضل له محاولتين اتنين، وطبعا لو خسرهم هيموت في اللعبة ومش هيقدر يرجع للعالم الواقعي تاني. وفجأة بيلاقوا قطيع كبير جدا من النعام بيجري ناحيتهم، فبيركبوا العربيات بسرعة علشان يهربوا منهم. ولكن بيفضل قطيع النعام يجري وراهم لحد ما بتتقلب عربية مارسا، وبعدها بيركبوا عربية ايدي وبيكملوا هروب. وفي طريقهم بيلاقوا نفسهم قدام منحدر عالي، وبيضطر ايدي ينط بالعربية لأن النعام كان لسه وراهم. والحزن حظه بينجح وبيكون مش مستوعب ان هو شجاع وقدر ينقذ اللي معاه. فبتقول له مارسا ان كل شخصية في اللعبة ليها نقطة ضعف وقوة، وبتعرفه ان قوته هي الشجاعة والقوة والسرعة. وبعدها بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا للقرية اللي فيها جوهرة فالكون. وساعتها بتروح صاحبتهم بيساني الأليكس اللي أنقذوه في الجزء الأول وبتطلب منه انه يدخل معاها اللعبة علشان ينقذوا صحابهم. ولكن أليكس بيرفض لأن الخروج من لعبة جومانجي مش سهل أبدا. وساعتها بتكون مارسا واللي معاها في القرية وبيشوفوا الضباع بتاعت يورجن رئيس العصابة. فبيدخلوا المكان متجمع فيه ناس كتير، وبتيجي واحدة لابسة أحمر بتتكلم مع ايدي وبتقوله إنها لازم تتكلم معاه على انفراد.
ولكن بتقوله انها تتكلم معاه كمان شويه علشان رجاله يورجن في المكان، وبعدها بتضربه بالقلم وبتمشي عشان تمثل انها متعرفوش وانه كان بيعاكسها. وساعتها بتفتكر مارسا الكلام اللي كان مكتوب على الخريطه اللي هو اتبعوا اللهب عشان توصلوا لثمرة الصحراء، وبتفهم ان الست دي هي اللهب اللي لازم يتبعوه علشان يوصلوا للجوهرة. فبيمشوا ورا الست دي لحد ما بيوصلوا للبار بتاع يورجن وعصابته، وبيشوفوا الصندوق اللي موجود فيه الجوهرة، وبيحرسوا 2 ضباع. وفجأة بتفصل الكهرباء عن المكان، وبيكتشف العصابة ان مفتاح الصندوق اتسرق. وساعتها بتظهر البنت اللي سرقت المفتاح وبيمسكها ايدي وبيسلمها للعصابة، ولكن بيتفاجئوا ان ده يبقى سبنسر ودخل اللعبة بشخصية البنت دي. وساعتها بيضربوا يورجن بالفاس وبيقتله. وساعتها بينزل سبنسر من السما وبيكون فاضل له محاولتين 2 بس. فبتروح مارسا واصحابها عشان يتكلموا معاه، وطبعا بيكونوا متضايقين علشان صلح لعبة جومانجي، وبيقولوا له انهم كسروها زمان علشان ما يرجعوش تاني للعبة. فبيعتذر لهم سبنسر وبيقول لهم ان هو كان حاسس بالوحدة علشان كده قرر يصلحها، عشان كان نفسه يدخل بشخصية ذا روك ويرجع بقى يحس بشعوره ان هو قوي ويقدر يعمل اي حاجه. وقتها بتيجي الست اللي لابسه احمر وبتقول لايدي ان يورجن معاه الجوهره وهيروح مقر العصابه بتاعته، ولازم ياخدوا منه الجوهره في اسرع وقت ممكن، لانه هيعمل صفقه مع 2 اسمهم الاخين كبابيك، وهيديهم جوهرة فالكون مقابل انهم يدوله جيش وسلاح كتير، وده عشان يحتلوا كل القرى اللي في مدينة جومانجي. ولما بتمشي الست دي بتروح مارسا وفريدجي وراها لحد ما بيوصلوا المكان فيه بحيرة مسحورة، وبيلاقوا ثمرة الصحراء اللي مكتوبة على الخريطة. فبتنط مارسا ناحية الشجرة وبتاخد الثمرة، لكنها بتقع في البحيرة، وبيحاول فريدجي يساعدها وبيطلعها من المية. والمفاجأة بقى ان هو اول ما بيمسك ايديها شخصياتهم بتتبدل وبيكونوا مش عارفين ازاي ده حصل. وقتها بيتخانق ايدي مع عصابه وبيهزمهم كلهم لوحده، وبيكون سبنسر في حصيره بيحاول ان هو يسرق الجمال علشان يهربوا ويروحوا لمجر يورجن. وبنرجع تاني لفريتش وهو فرحان انه بدل شخصيته مع مارسا لانها شخصيه قويه، وبيفضل يعمل حركات قتاليه وبينط على الشجره وبيقع في البحيره. ولما بتروح مارسا عشان تمسك ايده بيرجعوا لشخصياتهم مره تانيه، فبيفهموا ان البحيره دي بتنقل الشخصيات بمجرد ما بيمسكوا في ايد بعض. فبيقرروا ان هم ياخدوا ثمرة الصحراء ويخرجوا من المكان. وساعتها بيتفاجئ ايدي ان رئيس العصابة جاي ينتقم منه على اللي عمله في رجالته. فبيدخل الحصيرة لسبنسر وبيركبوا الجمال وبيهربوا من المكان بسرعة شديدة. ولما بيوصلوا لباقي اصحابهم بيحدف عليهم رئيس العصابة صاروخ وبيقتلهم كلهم، لكنهم بيرجعوا للعبة مرة تانية وبيتحركوا بالجمال علشان يروحوا لمجر يورجن. وفي طريقهم بيتخانق ايدي مع مايلو لان زعلان منه علشان فض الشراكة اللي بينهم من زمان وباع المطعم بتاعهم. فبيحدفوا ايدي بعيد وبيموتوا. ولما بيرجع مايلو للحياة بيكملوا طريقهم لحد ما بيوصلوا لمكان فيه جسور كتير ولازم يعدوا من عليها. فبينطوا كلهم على اول جسر وبيبداوا يمشوا من عليه، ولكن فجأة بيظهر لهم قطيع جامل من القرود المتوحشة وبيجروا وراهم. فبتنط مارسا على جسر غلط وبيجي واحد من القرود وبيوقعها. ولما بترجع للعبة بيكون فاضل لها حياة واحدة بس، فبيكملوا جري كلهم وبيوصلوا للناحية التانية بعد معاناة شديدة. بس للأسف القرود بتجري وراهم وبيحصروهم. فبيجي صاحبهم أليكس وهو راكب الحصان علشان ينقذهم، وساعتها بتخاف القرود من الحصان وبيطلعوا يجروا. فبيقول لهم أليكس إن بيثاني هي اللي أقنعته إنه يدخل لعبة جومانجي علشان يساعدهم يخرجوا، وبيفاجئهم إن بيثاني تبقى الحصان اللي معاه. وبعد شوية بيتكلم مايلو مع ايدي على انفراد وبيعرفه ان فض الشراكة لانه مريض بالكانسر وقرب يموت، ومرضاش يقول له عن الموضوع ده علشان ما يضايقهوش. فبيعتذر له ايدي وبيرجعوا اصحاب مرة تانية. ولما بيتجمعوا كلهم بيشوفوا المية المسحورة اللي بتبدل الشخصيات، فبينزلوا كلهم فيها وبيبدلوا شخصياتهم. وساعتها بيرجع سبنسر لشخصية ذا روك اللي كانت معاه في الجزء الاول، وبياخد جده ايدي شخصيته، ومايلو بياخد شخصيته الحصان. وبعدها بيدخلوا الكهف وبيولعوا النار علشان يستريحوا. فبيخرج ايدي عشان يشوف صاحبه مايلو، وبيتفاجئ ان اصابة يورجن اخدوه لانهم فاكرينه حصان. فبيحاول ايدي ان هو يوقفهم ولكن بيخطفوه هو كمان. وساعتها بيشوفهم أليكس وبيقول لاصحابه على اللي حصل، وبيعرفوا ان العصابة اخدوا ايدي لمجر يورجن، اما مايلو فموجود في الحصيرة. فبيقترح عليهم سبنسر انهم بيقسموا نفسهم لفريق علشان ينقذوهم، وبيفكرهم ان كل واحد فيهم معاه حياة واحدة بس، وبالتالي لازم يتعاونوا مع بعض علشان محدش يموت.
فبيروح أليكس مع بيساني وفريدج عند بوابة المقر وبيحاول يدخل مع العصابة اللي داخلين، ولما بيدخل فريدج وبيساني بيوقفهم الحراس وبيسألوهم انتوا مين، فبيكذبوا عليهم وبيقولوا لهم انهم الأخين كبابيك ودول اللي هيعملوا الصفقة مع يورجن، فبيصدقهم الحراس وبيدخلوهم. وساعتها بتكون مارسا وسبنسر بيحاولوا يتسلقوا على الجبل الجليدي، وده عشان يوصلوا لإيدي وجوهرة فالكون. وفي نفس الوقت بيوصل أليكس للحظيرة اللي فيها مايلو وبيدوس على فخ بالغلط، بيخسر محاولتين من حياته، ولكن في النهاية بيوصل لمايلو وبينقذه. وساعتها برضه بيوصل لسبنسر ومارسا لإيدي وبينقذوه، وبيقول لهم إنه شاف الصندوق اللي فيه جوهرة فالكون، وبيروحوا لهناك وبيحاول إيدي يفتحه، ولكن بيتفاجئ إن الجوهرة مش جواه. ووقتها بيروح فريدج وبيساني يتكلموا مع يورجن على أساس إنهم الأخين كبابيك، وبيبدأ يسألهم عن أختهم اللي المفروض هيتجوزها، وبيلاحظوا كده إنه لابس الجوهرة في رقبته، فبيبدأوا يتوتروا لحد ما بتيجي مارسا وبتقول له انها اختهم، فبيندهلها لها عشان تيجي تاخد منه الجوهره لانهم متفقين ان هو يديها لها قبل ما يتجوزوا. ولما بتقرب عليه بيجي المساعد بتاعه وبيقول له ان دول مش الاخين كبابيك، وان دول ناس جايين عشان يسرقوا جوهره فالكون. وفجاه بيدخل سبنسر وبيروح يضرب يورجن عشان ياخد منه الجوهره، بس يورجن بيكون اقوى منه وبيرميه لبعيد. واول ما بيشوف ثمرة الصحراء اللي مع سبنسر بيخاف منها جدا وبيخرج من المكان بسرعة، فبيفهم سبنسر ان دي نقطة ضعف يورجن، فبيروح وراه وبيلاقيه هيركب المنضاد بتاعه علشان يهرب بالجوهرة، فبيربط حبل المنضاد وبيمشي عليه لحد ما بيدخل المنضاد وبيدور على يورجن، وفجأة بيلاقيه واقف وراه وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض. وساعتها بيتدمر المحرك بتاع المنضاد، فبيطلع سبنسر الثمرة وبيضربها في صدر يورجن، وبيلاقي ان قوته بتقل، وبعدها بياخده وبينطه من المنضاد وبياخد منه الجوهرة، وبعدها بيسيبه يقع وبيتعلق في الحبل بتاع المنضاد. وقتها بقى بيركب جده ايدي على ظهر الحصان مايلو، وبيتفاجئ ان هو عنده جناحات وبيقدر يطير، وبيروح ياخد الجوهرة من سبنسر وبيعرضها للشمس، وبيقولوا كلهم كلمة جومانجي، وبكده بيكونوا كلهم كسبوا في اللعبة. وبيجي نايجل مرشد اللعبة وبيهنيهم وبياخد منهم الجوهرة، ولكن مايلو بيقرر ان هو يفضل جوه اللعبة لانه لو رجع للعالم الحقيقي هيموت بسبب الكانسر. فبيودعوا صاحبه ايدي وبيخرجوا كلهم من اللعبة وبيروحوا يقعدوا في مطعم، وبيتفقوا كلهم انهم مش هيلعبوا لعبة جومانجي مرة تانية. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب عشان تشوف عندنا كل جديد.